مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل لكم وصفه حلوه قوي. هعمل لكم كيكه البرتقال، كيكه اقتصاديه 100%، من غير بيض ومن غير حليب ومن غير زبده ومن غير سمنه. مش هتكلفك الا نص كيلو برتقال ونص كيلو دقيق. مش هتكلفك حاجه خالص، وهتعمليها بزيت التومين. بس قبل ما نبدا الوصفه يا ريت نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا بوله ومعايا كوباية عصير برتقان. العصير ده انا عصراه مصفيه بالصفايه. ومعايا بشر برتقان، ومعايا زيت من زيت التومين. الزيت دوت انا قدحيه يا جماعه. بتقدحيه قبل ما بتحطيه على الكيكه، بتقدحيه وتحطي قطعه عيش كده ومعاها ورق لورا، وتسيبيه يتقدح، بيطلع كل الزرنخه اللي في الزيت خالص، وبتستعمليه في اي حاجه. ومعايا طبعا كوبايتين دقيق، ومعايا بيكنج باودر كيك شيف، ومعايا فانيليا برتقال، ومعايا نص كوبايه نشا. هنبدا المكونات. اول حاجه انا بحط كوبايه السكر. دي سكر التومين برضو يا جماعه، يعني مش بجيب حاجه من بره خالص، يعني سكر التومين العادي ومعايا الزيت اللي انا قلت لكم عليه اللي انا قدحاه. هحط نص كوبايه زيت. تمام. وهقلب كل المكونات دي. ممكن تعمليها في الخلاط، وممكن لو عندك مضرب برضو تعمليها بالمضرب، ولو ما عندكيش مضرب ولا خلاط ممكن يدوية عادي. وهحط كوباية العصير البرتقال اللي انا عصراها. تمام. ومعايا كيسين فانيليا. دي فانيليا برتقال بتتباع في السوبر ماركت. تمام. عايزه تحطي كيس حطي، عايزه تحطي كيسين اللي يريحك. ومعايا كمان بشر برتقال. بس اهم حاجه لما تيجي تبشري البرتقال لازم تخلي بالك ان انتي ما تطلعيش في بشر البرتقال الطبقه البيضاء عشان ما تمررش الكيكه معاكي. هبدا اهو كل المكونات دي ان انا هضربها بالمضرب. تمام. لحد ما تتخلط معايا كلها واتاكد انها اتخلطت. بس يستحسن يا ريت يا جماعه الخلاط بيدي نتيجه هايله جدا، بس انا ما كانش الخلاط كان عندي بايظ فاستعملت المضرب. هبتدي بقى ان انا احط الدقيق دوت انا نخلي قبل كده، هنخله تاني عشان هو اللي بيدي الهشاشه. كل ما تنخلي الدقيق بيديك هشاشه اكتر. هحط كوبايتين الدقيق، ومعاهم نص كوبايه النشا، ومعاهم كيك شيف. الكيك شيف حلو جدا في عمل الكيكه، بيديها هشاشه كده وحلو جدا. هبدا انخل المكونات دي كلها واحطها على الخليط اللي انا ضرباه بالمضرب. تمام. هبدأ اقلب بقى كل المكونات ديت، وبعد ما اقلبها تمام واتاكد ان هي امتزجت كلها، هبتدي يكون معايا معلقه كبيره خل. الخل ده بيفرق يا جماعه في الكيكه جدا، بيديها بياض وبيديها هشاشه. تمام. وبيبقى بديل البيض كمان. تمام. انا دلوقتي بحط المعلقه الكبيره من الخل. هبتدي اقلب. طبعا انتوا شايفين دلوقتي ان قوام الكيكه يعني ايه تقيل شويه. هبتدي في اللحظه ديت ان انا عايزه ايه اخفف الكيكه شويه. مش هحط لا برتقال، مش هحط حليب طبعا. هروح غاليه شويه ميه، تكون ميه سخنه، وهبتدي ان انا احط بقى لحد ما يبقى معايا قوام الكيكه زي ما انتوا شايفين. انا فعلا عملت كده، سخنت ميه، بس انا اللقطه دي ما جاتش ولحد ما اداني قوام الكيكه اللي انا عايزاه. ده بعد ما جبت بقى صينيه مقاس 30 حطيتها. طبعا انا دهنه الصينيه قبلها بزيت وعليه شويه دقيق. فضيتها في الصينيه، وابتديت بقى ان انا اجيب خله بتاعت الشيش طاووق، يعني ايه ابدا ان انا اطلع الهواء اللي فيها. تمام. عشان المسام تبقى مقفوله. وابتدي ان انا احطها على درجه حراره 180 درجه، بس الفرن يكون سخن من الاول. يعني اول ما تبدا الكيكه، قبل ما تبداي اعمال الكيكه تروحي مسخنه الفرن. ودي بعد ما طلعت من الفرن شايفين شكلها ومستويه من الجناب وجميله جدا. بس هي المفروض ان هي ما تتقطعش، انا قطعتها على طول وهي سخنه، فده ما ينفعش طبعا. ما اقولكوش يا جماعه على شكلها وعلى طعمها وعلى ريحتها، والله بتدوب في البق. يا ريت بقى يا جماعه تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم.
طبعا اقتصادية اهي، مش مكلفة خالص. وكان معاكم مدام منى، مطبخ عالم الطبخ مع ليلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.